مع الكابتن علاء اياد المدرب المساعد لنادي فاركو. اهلا بيك في كره بلدنا. كلمني عن الاداء الفني للفريق. والله الحمد لله رب العالمين، هو توفيق وعدم توفيق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. زي ما انت شايف مباراه فرقه بدر فرقه محترمه، احنا برضو عاملين لها الف حساب يعني، من الفرق اللي هي بتنافس ولها الحق اللي هي تنافس. فالحمد لله رب العالمين احنا التايم الاولاني مضيعين 3 4 فرص حقيقيين ان هم يجوا جول. كان حارس المرمى بتاعهم موفق، خط الظهر بتاعهم موفق، احنا ربنا ما عطاناش في الدور الثاني. هم حاولوا ان هم يلعبوا على الهجمات المرتده. طبعا احنا راجل بيعرض كوره من عندهم، جت جون فينا بدلك يعني، واخد بالك. فاحنا الحمد لله برضو بين الشوطين حفزنا اللعيبه بتاعتنا، قلنا لهم ان لسه بدري والشوط الثاني لسه بدري، والحمد لله رب العالمين ربنا وفقنا وعطانا في الشوط الثاني برضو هدفين وطلعنا بالدرون برضو مش وحش يعني، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله توفيق ربنا سبحانه وتعالى. ارجو ما زلتم على الخمس. لا هو لحد دلوقتي الحمد لله رب العالمين احنا ما نعرفش النتائج الثانيه ايه يعني. ترام عامل ايه النهارده؟ ترام بينافسنا عامل بونت، ما نعرفوش هو عمل ايه النهارده في المباراه بتاعته مع نهضه العمريه. ربنا كرمنا، هم تعادلوا او خسروا او كسبوا، احنا بنبصش للحاجات دي كلها، احنا بنبص للماتش اللي جاي. خلاص الماتش ده صفحه وانتهت بالنسبه لنا، احنا بنبص للماتش الجاي ان شاء الله برضو بقى مع الترام ان شاء الله في ملعبها. واحنا واخدين ماتشات الدور الثاني كله ماتشات كؤوس يعني، 3 بونت مهمين جدا في كل ماتش احنا بنقابله سواء فرقه كبيره او صغيره. اهلا بيك في كره بلدنا، شكرا. شاكرين جدا ليك.